ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا شايفك يلا قاعد تدور يمين وشمال على كاب كات وعايز تفعل وتعب نفسك. في الفيديو ده هعرفك ازاي تفعل كاب كات برو بطريقه سهله جدا جدا جدا. كل اللي انا عايزه منك بس قبل اي حاجه كده ان انت تصلي على النبي وتتابع معايا الشرح. بعد ما نخلص ان شاء الله باذن الله هتلاقي انك فعلت بطريقه سهله. قبل بس ما نبدا ما تنساش كده تشترك في القناه وتكتب لي اي كومنت جميل علشان ايه ان انا يعني حافظني كده ان احنا نكمل يعني. تمام. هجيلك بقى بعد الشرح. اول حاجه هنعملها يا شباب هنفتح البرنامج، وزي ما قلنا احنا لا هنستخدم برامج ولا مواقع ولا اي حاجه خالص. وزي ما انت شايف لو جينا ضغطنا هنا هتلاقي ان انا مش مشترك في كاب كات خالص، يعني هتلاقيه زي ما انت شايف اهوت مش مشترك فيه. فدلوقتي هنعمل ايه؟ احنا قبل ما نضيف الفيديو بتاعنا او نعمل اي حاجه هنيجي هنا تحت كده وهنظبط الاعدادات بتاعتنا اللي احنا عايزينها. عايزين مثلا كام فريم والجودة بتاعتنا والحاجات دي كلها وابعاد الفيديو، عايزه طولي مثلا او عرضي زي ما انت عايز تظبط الحاجات ديت والاسم والكلام ده كله. تمام. بعد ما بنخلص هنعمل سيف. تمام. بعد كده هنروح نختار الفيديو بتاعنا عادي جدا. انا هختار الفيديو ده وهضيف الفيديو عادي جدا. انا هقطع بس الفيديو كده كام حاجة علشان لما نيجي نعدل فيه تشوف بنفسك. دلوقتي انا قطعت الفيديو لاكتر من جزء. لو جينا بقى هنا مثلا على الافكت هتبص هتلاقيه ايه اهو زي ما انت شايف اهو. طبعا لو جيت استخدم مثلا المؤثر ده وجيت مثلا اعمل له تصدير، ايه اللي هيحصل اهو؟ لازم اشترك في النسخة المدفوعة. طيب دلوقتي علشان برضو نثبت الموضوع اكتر واكتر هنختار اكتر من حاجة مدفوعة. هنيجي هنا مثلا وهناخد دي هنضيفها هنا وهنضيفها هنا وهنضيفها في اكتر من مكان اهو زي ما انت شايف كده. وهنيجي على الفلاتر وهنختار الفلتر ده وهنخليه على الفيديو بالكامل زي ما انت شايف كده. فاضل ايه تاني؟ هنروح مثلا عند الاوديو وهناخد دي مثلا. لا خلينا مثلا ناخد افكتات زي ما انت شايف الافكت ده مثلا هنضيفه هنا وهنضيفه هنا في اكتر من مكان. زي ما انت شايف كده احنا اخترنا اكتر من حاجة. طيب لو جينا نعمل تصدير شوف ايه اللي هيحصل. لازم بيقولك لازم تكون مشترك في البرو كده يعني. طيب ايه بقى دلوقتي السر في الموضوع او هنفعل ازاي او ازاي ناخد الفيديو بتاعنا اللي احنا منتجناه بكل الحاجات البرو ديت؟ هقولك الموضوع بسيط جدا. اول حاجة هنعملها هنضغط على كنترول وايه، هنحدد كل ده وهنضغط على كليك يمين وهنختار الاختيار اللي انت شايفه ده. وبعد كده هنروح على فيديو من هنا وهننزل كده تحت عند حاجة اسمها موشن بلور هنضغط عليها. وبعد كده هنسحب نخليها لحد 0. تمام. وهنستنى لما يخلص 100%. ملحوظة يا شباب هو كده بيعمل تصدير للفيديو وهقول لكم دلوقتي هنستخرجه من فين. دلوقتي يا شباب زي ما شفتوا خلص تصدير الفيديو. هنجيب الفيديو بتاعنا منين؟ اكيد مش هنعمله تصدير من هنا، هو كده الفيديو بتاعنا جاهز. هنجيبه من فين؟ تابع معايا. هنروح على بارتيشن السي اللي عليه الويندوز. هنروح بعد كده على الكلمة اللي انت شايفها ديت اللي اسمها يوزر، وبعد كده على work، وبعد كده هننزل على اب داتا، وبعد كده هنختار local.
وبعد كده لازم نختار كاب كات، هتنزل كده لحد ما تلاقيه كاب كات، هنختاره. بعد كده هيظهر لنا 3 حاجات، هنروح على يوزر داتا اللي في النص، بعد كده هنروح على حاجة اسمها كاش، في هنا كاش، ولو بصيت تحت هتلاقي كلمة شبهها، فما تتلخبطش ما بينهم واختار كاش الأولانية. بعد كده هيفتح لنا ملفات كتير كده، هندور على حاجة اسمها موشن بلور، هننزل لتحت شوية كده زي ما انت شايف اهي موشن بلور كاش. لو دخلنا جواها زي ما انت شايف ده الفيديو بتاعنا. طبعا انت مش هتفتح الفيديو ده، هتفتح الفيديو ده، هنيجي كده نفتح الفيديو وتشوف بنفسك الحاجات اللي احنا اخترناها. هنقفل بس الصوت وبعد كده نشغل زي ما انت شايف. زي ما انت شايف نفس الحاجات اللي احنا اخترناها في الفيديو، نفس الحاجات اللي ظهرت لنا في الفيديو بتاعنا. لو رجعنا كده على كاب كات وجينا هنا وشغلنا، شوف ايه اللي هيحصل بالظبط. كل حاجة عملناها هنا معانا في الفيديو بتاعنا اللي احنا صدرناه. لو رجعنا كده شوف نفس كل حاجة بالظبط. فانت دلوقتي تقدر تاخد الفيديو كوبي وتنقله على الموبايل بتاعك او تنزله او تستخدمه براحتك زي ما انت عايز. خلاص انت كده عملت له تصدير وتقدر تستخدمه براحتك. بس حاجة مهمة، مالكش علاقة بالفيديو الابيض، انت ليك علاقة بالفيديو بتاعك اللي شغال، اللي احنا شغلناه وجربناه مع بعض بطريقة سهلة وما فيش يعني اي مشاكل واجهتنا، والموضوع بسيط جدا. وزي ما قلت لك امشي على الخطوات بالظبط، هتصدر الفيديوهات بتاعتك كلها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتقدر تستخدم كل المميزات المدفوعة. بص، عرفت ان الموضوع بسيط ازاي، مش صعب. انا بس عايز منك حاجة واحدة، لو وصلت معايا لنهاية الفيديو وقدرت ان انت تستفيد منه وقدرت فعلا ان انا احللك المشكلة بتاعتك او افيدك، ما تنساش بقى تشترك كده في القناة علشان ما تفوتش على نفسك الحاجات اللي هتنزل بعد كده يعني. وزي ما قلت لك انا دايما بنزل حاجات في القناة ديت، وانا متأكد ان هي شغالة بنسبة 100%. واشوفك يا سيدي على خير في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.